لو انت شغال في تخصص معين بتحس ان انت مش راضي 100% عن الشغل اللي انت بتعمله لانك عايز تعمل حاجات تانية، انت عندك شغف في حاجات تانية، بتبدأ حاجة بس بتوقف في نص الطريق، مفيش حاجة بتكملها للآخر. ازاي الحاجة دي اللي انت شايفها عيب ممكن تكون سبب في تحول حياتك، وممكن تكون مسبب كبير جدا من مسببات السعادة في حياتك. الخطوة الأولى هي ان انت تزود ثقتك بنفسك، لانك فكرة ان انت ما بتكملش حاجة مقللة ثقتك بنفسك بشكل كبير، وبالتالي ده بيأثر على فرصة نجاحك في أي حاجة تانية. فأول حاجة ممكن تبدأها بحيث تدي لنفسك سبب إن أنت شخص كفء هو إن أنت تحقق إنجاز معين في وقت قصير. زي مثلا إن أنت تحط لنفسك هدف إن أنت تروح الجيم 3 مرات في الأسبوع، 4 مرات في الأسبوع. لو حسيت إن الموضوع كبير عليك أو هياخد منك وقت كتير او مش قادر ان انت تروح، مش قادر تستحمل ان انت تروح 4 ايام في الاسبوع، حط لنفسك ان انت تروح مثلا ساعتين في الاسبوع. بعد ما تدخل الجيم مثلا لمدة 30 دقيقة، حتى لو ما خلصتش التمرين اطلع حط لنفسك ان انت تنزل تتمشى لمدة 20 ل 30 دقيقة في اليوم مثلا. اول ما تخلص ال 20 دقيقة روح. فكرة ان انت بتنجز حاجة معينة انت وعدت نفسك بيها بتزود ثقتك بنفسك بشكل كبير. لازم تبقى متقبل ومتسامح جدا مع فكرة ان انت مستحيل تبقى مثالي في كل شيء. في حاجات معينة هتبقى مميز فيها، وفي حاجات تانية هتبقى مش عايز اقول فاشل فيها ولكن غير كفء فيها. فحتى لو كنت شغوف بحاجة، لو انت لقيت ان مستواك ضعيف فيها ابعد عنها وادخل في حاجة تانية. لانك لما بتدخل في حاجة انت مش كويس فيها، وده طبيعي، فبتحس بقلة حيلة، بتحس بعدم ثقة بالنفس، وبالتالي بتخليك ما تدخلش في الحاجة اللي ممكن تكون سبب نجاحك. الحاجة التالتة اللي المفروض تعملها، ما تكونش انطباعك عن المهارة اللي انت عايز تحاول تتعلمها او المجال اللي عايز تدخله من السوشيال ميديا او الكلام السطحي بتاع الناس اللي شغالة في الشغلانة دي. تبدو مهن معينة شكلها حلو، لو شفت الشخص من بره وهو رايح شغله راكب عربية نظيفة بيتكلم عن شغله ممكن يكون بشغف، ولكن لو جيت دخلت في الدهاليز بتاعت الشغلانة دي وبدأت ان انت تشتغلها فعلا ممكن تكره حياتك، لان كل وظيفة ليها تفاصيل مش كل الناس ممكن تتقبلها.